طيب اسلام، انا مش هسالك نفس السؤال، لكن هسالك سؤال استاذ احمد الخضري مش هيجاوبني عليه. لا هجاوبك. اخبار الصفقات الجديده في الزمالك؟ طب انا هجاوبك. لو هو ما جاوبش طبعا، لو هو ما جاوبش هجاوب. لا ليه؟ خلاص جاوب. لا بعد والله لا مش هجاوب. لا مش هجاوب. لا والله لا خلاص الراجل متنازل. لا الحلقه هتخلص. جاوب. لا جاوب يا بيه. انا مش هتكلم خلاص. اتفضل. الصفقات الجديده اخبارها ايه في الزمالك؟ كويس يا راجل. بسم الله ما شاء الله. بص يا بيه. بص يا بيه انا بقول عشان اسلام بس. دلوقتي الزمالك تقدر تقول ان هو حصل على توقيع 17 لعيب. 17 لعيب هيجيب منهم 5 6 بس 17 لعيب انت خدتهم وحطيتهم في الدرج عندك. وبالمناسبه كابتن احمد سليمان ملوش علاقه بيهم يعني. يعني كابتن احمد سليمان اصل هو ايه علاقه؟ ما انا هقول لك علاقه الكابتن احمد سليمان. يعني ما هو كابتن احمد سليمان قال هو اللي جاب كل اللعيبه اللي يا عم سيبني بقى. قول انت في الصفقات. اتكلم انت. لا ما انا بكلمك يعني احمد سليمان ماله بالقصه. هقول لك. طيب كابتن احمد سليمان اللي هو اللي قال ان هو جاب اللعيبه اللي في السنه اللي فاتت كلها، وده ما حصلش على فكره يعني. واخد بال حضرتك الكابتن احمد سليمان هو برضو اللي بيقول ان هو كان بيخلص اللعيبه في الاخر. ما علينا بكابتن احمد سليمان. اتوقع ان هو على فكره النهارده كان معايا في الاذاعه الصبح وادى لكل مسؤولي مجلس اداره نادي الزمالك حقه. تمام. وقال ان ده قوه لاداره نادي الزمالك. كويس. ده حسب كلام الكابتن احمد سليمان. انا حابب ان انا بقول لك حاجه بمنتهى الامانه. انت عارف يعني انت قال لي ان الكابتن احمد سليمان كان ماشي في موضوع عمرو السوليه ده كويس جدا وقطع فيه جزء كبير. وابراهيم عبد الخالق انا اتقال لي كده برضه. برضه يعني هو اللي جابه. والله مش ما الكلام سهل. ما الكلام سهل. انت عندك معلومات ثانيه؟ انا عندي معلومات ثانيه. انا عندي ان 17 لعيب. ما انا مش هقول لك اسماء بس اقول لك اللي اقدر اقول لك ان منهم 4 من انبي. اسمعني بس. 4 من انبي. 4 من انبي. طب وال3 مليون صلاح عاشور. بص انا هقول لهم صلاح عاشور ومش بمزاج كهربا. بس ما توقعهم ازاي. وصالح جمعه ان كان قاعد عبد الرحمن مجدي مع الاستاذ مرتضى قريب. 4 من انبي. ومين تاني؟ قعود. عمرو الحلواني. في احمد رفعت وفي عمرو الحلواني. يعني 4 من اللي احنا قلناهم دول. عمرو الحلواني. 4 جامدين من انبي. على فكره كان الصبح قريب. عمرو الحلواني وزع. وبرده الاستاذ رئيس النادي واضح ان هو برده مصمم على قصه اسلام عوض. دي حاجه ودي حاجه. ونادي بس الراجل برضه لا دي حاجه ودي حاجه. لا يا بيه بص اسمعني. وبرده هل ده يعني هو يدي اي لعيب للاهلي؟ لا هل يدي ده اي لعيب للاهلي ده حقه؟ في الزمالك عايز ياخد. طب ما هو خلاص يرفع قضيه. يرفع قضيه وياخد. ماشي. ما هو دلوقتي انت لما بتيجي تاخد منه لعيب انت تحت ايده دلوقتي. يرفع هو قضيه. يعرف ياخد منك فلوس. هو يرفع قضيه. الاربع لعيبه يعني هو احنا ليه لما بيجي مسؤول بيفرط فيه ان هو يطالب بمستحقات ماليه لناديه هو هيسال عنها. لا مش هيسال عنها. لا مش هيسال عنها. هي الفكره في مش هيسال عنها. هل ده ضغط اعلامي؟ لا مش هيسال عنها. ده ضغط لا خالص. لا انا ما انت عارف ما بضغطش اعلامي. ما انا قلت لك انت بتقول لي هسالك على الصفقات ومش هتجاوب. جاوبت. فبقول لك لا هو مش ضغط اعلامي. هو مش هيسال عنها. هو اللي يقدر يرفع قضيه على نادي الزمالك. طيب هل كهربا هل البديل ان هو يودي اللعيبه لحته ناحيه ثانيه او في حته معينه؟ لا مالهاش علاقه. بس طيب هل كهربا بس هو في نفس الوقت بيبقى عنده فرصه ان هو ياخد فلوسه المتاخره. طب هو بعد اذنك انا يعني سؤال للاستاذ هو هل كهربا عنده الرغبه انه يلعب لنادي الزمالك؟ انت تساله ايه؟ تساله لا تساله وانا كهربا على التليفون. قال لي والله لسه هو مش عارف. وانا توهني يعني ما عندوش ضغوط معينه ممكن تخليه يلعب للزمالك. انا قلت لك 4 لعيبه كبار من انبي موقعين. ضغوط عائليه يعني. انا سامع ان والده بيضغط عليه. دي والدته دي حاجه ترجع له. دي حاجه ترجع له. بس انا بقول لك ان مش شرط ان معنى كده ان 17 لعيب هيبقى يمشي من الزمالك 17 لعيب. انت دي عندك 17 لعيب هتهديهم للجنه اللي انا متفق مع تكوينها. يعني اسميها كابتن ايمن يونس، كابتن ميدو، كابتن اسماعيل يوسف، كابتن طارق مصطفى. يعني انت المجلس بعد الكابتن احمد سليمان صديق الاستاذ اسلام ساب المجلس. لازم لا ما ينفعش حد يختار دول. يعني الصفقات خلصت. بس هو او اللعيبه مضت. لكن اللجنه دي هي اللي تحدد ده ينفع ده ما ينفعش ده اعاره ده